السلام عليكم متتبعين ديالي، المتتبعين الزوينين الحقيقيين. هذا فتات الشطبه درتو الليله العشاء وبغيت نشاركو معكم. انا عزيزه ليا اي حاجه بسيطه تنديرها، وكنبغي نشاركها مع المتتبعين حقاش هاد فتات الشطبه راه زوين بزاف وفيه العشوبات وفيه داكشي كله، هو صحي. عندي المقادير، غنبداكم بالمقادير وطريقه التحضير ديال فتات الشطبه. انا حكيت في الكوكوط واحد البصله كبيره وزدت عليها شويه الزيت، الملحه خليتها كتشحر ليا البصيله، كنصوطيها بهذه الطريقه بحال هكا تشحر مزيان، وزدت عليها شويه البزار وشويه ديال السكنجبير. هادشي اللي كنحتاج في التوابل ديال فتات الشطبه. صافي هنا راه تشحرت مزيان، وانا غادي نروي عليها دابا، ندير عليها الروا الكافي اللي غادي يطيب ليا ديك فتات الشطبه. انا فتات الشطبه غنديرها ان شاء الله فيها الفول وفيها جلبانه وفيها العدس فيها الحلبه. هنا هذا هو الدقيق اللي غادي نصاوبها بها، غنصاوبها بالدقيق ماشي الفورس، هذا القمح والفرينه اللي كنعجنهم بالخبز. كنبغي ندير شي حاجه صحيه، راكم عارفيني عزيز عليا هادشي ديال التقاليد القديمه ديال الناس الاولين. عزيز عليا الله يرحم والدينا ووالديكم، والله يرحم الوالدين ديالنا اللي وراونا هادشي التقاليد القديمه. انا راني قديمه من الناس القدام، عزيز عليا هادشي الطبيعي الزوين. صافي انا راني فتلتها. هنا راني غسلت الجلبانه والحلبه العدس الفول، هادشي اللي غادي نحتاجو. راه لا عندكم حتى حبرشات ديروه، انا ما قدرش نديرو مع شويه وسخون على الطونسيون، ما درتوش ملفه ندير فيها حبرشات. المهم تنحرك هادشي حتى كيطيب مزيان. هذه فتات الشطبه راني فتلتها، راكم شفتوني، ها هي الطريقه باش فتلتها مع الليل والاضاءه مخصره ليا. راه شويه الصوره ما واضحاش ليكم، كيبان لكم الخيال. انا فتلتها وغربلتها بالغربال الغليظ. ايوا هذه هي الطريقه ديال فتات الشطبه. صافي هنا باللي غادي طيب ليا داك الحشوه باش اللي درنا بحال العدس الفول والجلبانه والحلبه غادي يطيبوا. صافي وغادي نرمي عليهم هاد العجين ديال فتات الشطبه، نرمي عليهم تيطيبوا ان شاء الله. عاد نزيد عليهم الحليب. ايوا هي العشاء ديالنا سخون وزوين. شوفوا هنا راه بدات كيطيب داكشي. صافي هنا غادي نبدا نزيد عليهم ديك فتات الشطبه. صافي كندير بهذه الطريقه ونحرك، كنحط بشوي تنحرك بهذيك المغرفه العود بحال هاد الطريقه بحال هكا باش ما تلتصقش لينا، وباش تجي ديك فتات الشطبه كتجي حبه حبه ما تجيش معجنه. وزائد هي ديال القمح والفرينه راه صحيه وفيها داكشي كله، هو عشوب وكلشي سخون مزيان البرد. ايوا هادشي اللي بغيت نشاركه مع المتتبعين، وراني عارفاكم حادقات. انا كنبغي نشارك معكم، انا ولفت ندير اي حاجه بسيطه وتنشاركها معكم حقاش راكم عارفيني. شوفوا هنا راه بدا يطيب ليا داك العدس، راه بدات كترغي، يعني هنا غادي نقدر نزيد عليها الحليب. هنا ملي كتبدا ترغي هي بحال بدات تشرب وداك البلول ديالها كيولي يبان لكم عاقد. صافي هنا راه طاب كلشي واجد، غادي نزيد عليها ان شاء الله الحليب. هنا الطريقه كنزيد الحليب، نخلي الحليب كيتبخى شويه. ايوا ها فتات الشطبه ديالنا واجده، ها هي عشيوه طبيعيه وقديمه من الناس القدام وزوينه وسهله ودغيا كتوجد. الصراحه راه الاولاد كيبغوها، والله الا انا ولدي كيموت عليها وكيحماق عليها. صافي هذه الطريقه ديال فتات الشطبه اللي راها ساهله بزاف واي وحده تقدر ديرها. العجينه راكم شفتوني راني كيفاش فتلتها. ايوا هذا هو الطبق النهائي ديال فتات الشطبه. صافي غنجيب واحد القصريه، سمحوا لي على هاد التصوير شويه راه ماشي هذاك، مع شاده بيد وتنحط بيد. صافي حطينا القصريه ديال الناس الزمان، راكم عارفين قديم وعزيز عليا هادشي الطبيعي وعزيز عليا هادشي القديم. انا سبحان الله انا من صغري وانا عزيز عليا هادشي القديم. صافي كنحط في القصريه، ما كاين لا زليف ولا كل لوز لافتو، كنحطها في القصريه. حلاوه هذيك القصريه بحال البركوكش، ملي كيتحط في القصريه كتجيك فيه واحد البنه كثيره. تحط الزلافه ما حتى حاجه، كل لوز لافتو
ما كتعجبنيش بحال هادشي الطبيعي. صافي انا حطيت، شوفوا تبارك الله العدس والفول والزلبانه، الفول مدشش والجلبانه مدشه والعدس والحلبه. ايوا في هاد الشطبه عندنا واجد بالصحه والراحه. واللي شاف هاد الفيديو خلي عليه كومونتير، له لي يخطيكم، الله يعطيكم